ما لا يدع مجالا للشك أن أحمد سيد زيزو لاعبا في صفوف النادي الأهلي وبنسبة 100%. يس ده أحمد بجد. سيد زيزو أهلاوي. يس شفت يا عم، اهو زيزو بقى عندنا. انا بقى مستني اول ماتش يلعبوا قصادكم ويجيب فيكم جون ويحتفل عند فيكم. على فكرة عادي، يروح ربنا يوفقه، يعني مش أول لاعب يمشي ومش أول نجم الزمالك يصنعه ويروح يدور على مصلحة تانية أو يدور على الفلوس. عندنا احنا هيلعب كرة بجد ومختلفة، مش هيبقى شايل فريق لوحده، هيلعب وسط منظومة هياخد فيها بطولات كتير قوي. يعني لما كان عندنا كنتوا بتقولوا عليه منفوخ وأوفر ريتد وبالونة، وكل ما يجيب جون تقولوا ما يجيبش إلا ضربات جزاء. إيه اللي اتغير؟ هو يا سيدي اللعيب لما بيجي عندنا بنشيله فوق راسنا وبنكبره وبيكبر وسط المنظومة، وبعدين ما تنساش ان بيبو موافق وهو اللي جايبه، يعني كله ماشي حسب الخطة. الخطة اللي بتبتدي بالشتايم وتنتهي بالتسقيف. إمام عاشور برضو اتشتم وقلتوا عليه قليل الأصل لما شتمكم، لكن لما لعب عندكم وبقى كويس لبستوه علم الأهلي. زيزو بقى ما شتمكمش، هتلبسوه تاج؟ عادي يعني، الناس بتتغير فالجمهور كمان بيتغير. مش كل جمهور على فكرة، جمهور الزمالك ما بيشجعش الا الكيان، عمرنا ما بندعم افراد. يعني مثلا مش هتلاقينا بنشتم لعيب ويجي يشتمنا وبعد كده نقبل انه يجي يلعب في النادي لمجرد ان الادارة قالت كده. بس احنا بنعرف نكسب في الاخر. ممكن تكسبوا صفقات بطولات، لكن احنا بنكسب وعي واحترامنا لنفسنا. احنا جمهور ماشي على مبدأ، مش ماشي على مصلحة.